السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل مع حضراتكم جمبري الغلابة، وهي البسارية. البسارية دي سمكة بسيطة وضعيفة كده. طبعا هنعملها النهاردة بالطريقة المقلية، بالطريقة المعتادة بتاعتها. اتمنى ان الطريقه دي تعجبكم. قبل ما ابدا الفيديو، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش باشتراك ولايك وكومنت، واللي اول مره يشوف قناتي فضل الله يسأل امرا يعمل لي اشتراك. شكرا لكم يا حبايب قلبي على دعمكم ليا. اول حاجه هنتكلم عن السمكه. احنا بنجيب السمكه دي يا حبايب قلبي، وطبعا بنشيل منطقه الراس بتاعتها بسحبه لتحت كده علشان ناخد الامعاء بتاعت السمكه معانا بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده كده يا حبايبي. بنغسلها غسيل جيد وننقعها في محلول النقع، بحيث ان احنا نتخلص من الزفارة اللي بتكون فيها كلها، ونغسلها مرة واتنين وننقعها بشوية ملح. هنتكلم عن الدقيق بتاعنا يا حبايبي. بنجيب كمية من الدقيق كده ننخلها وبعدين نبهرها، بنحط عليها التوابل بتاعتها. هنحط نص معلقة من الكمون، نص معلقة كبيرة كده، نص معلقة كركم، نص معلقة خلطة السمك، بهارات السمك، نص معلقة ملح. الملح عشان يطعم لنا الدقيق ويبقى ايه مملح كده، ما تبقاش البسارية عادبة معانا. نبدأ ان احنا نقلب الدقيق بالبهارات اللي احنا حطيناها كده، لاننا كده بنتبل الدقيق بتاعنا، بنبهره، نقلبه جامد كده معانا الطاسة يا حبايب قلبي. طبعا حضراتكم كده عرفتوا ان انا ما كنتش بصور عندي، كنت بصور برضو عند اختي. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب ويبارك لها في اولادها. معانا كده الدقيق يا حبايبي. هنبدأ ان احنا ننزل بكمية من البسارية. طبعا يا حبايب قلبي بعد ما غسلنا البسارية غسيل جيد، بدأنا نحطها بقى في مصفى وتحت مية جارية كده، ونشطفها ونسيبنا المصفى تصفي لما خليناها زي الفل معانا كده. هنبدأ ان احنا نحط كمية من البسارية كده في الدقيق المبهر عندنا، ونبدأ ان احنا نغلفها من كل جنب كده، وبعدين هناخد البسارية ننزل بيها لما الزيت يقدح معانا. اذكروا الله يا جماعة، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بننزل في البسارية معانا كده في الزيت المقدوح يا حبايبي. بنحاول ان احنا ما نحطهاش تبقى تقيلة على بعضها في الطاسة بتاعتنا كده، لا بنفردها واحدة جنب واحدة بحيث انها تحمر من كل جنب وتبقى مقرمشة كده معانا. ما اقولكوش يا جماعة، كان البهار اللي احنا مبهارين بالدقيق دي كان مخلاها طعمها جميل جدا ومظبوطة في الملح في الحدق بتاعها، لاننا برضو حدقنا الدقيق برضو. نبدأ نرصها كده جنب بعضها يا جماعة، ما نحطهاش كوم على بعضها بحيث انها ما تبقاش طرية معانا. بنفرطها كده واحدة جنب واحدة في الطاسة بحيث انها تبقى مقرمشة معانا، ونحاول ما نقساش عليها يا جماعة في القلية علشان هي ضعيفة جدا، عشان ما تنشفش مننا وطعم السمك ايه ما نحسش بيه يعني. كده بيبقى ايه، بتبقى حلوة كده معانا ومظبوطة لما بنرصها جنب بعضها كده. اهم حاجة ما نتقلش الكمية في الطاسة اهو يا حبايبي. كل ما بخلص شويه ببدا انني احط شويه من البسارية برضو في الدقيق وبهارهم وارجع اعمل تاني. اهي يا جماعه مش قاسيه عليها، هي طالعه برضو معانا هي، وهي كده برضو مستويه، فما نقساش عليها في القلي. شكرا لكم يا حبايب قلبي على دعمكم ليا ووقوفكم جنبي. ان اوفي الشرط الاول، اتمنى منكم تقفوا جنبي عشان اوفي الشرط التاني. ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي للبسارية بتاعتنا بعد ما انقلت. ما اقولكوش يا جماعه ريحتها كانت تحفه. اتمنى ان هي تعجبكم. دي جمبري الغلابه دي، بس والله جميله جدا وحاجه، وعدت يومها مع شويه رز مع عيش لين وبتعدي. واللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال يا كريم. اهي يا حبايب قلبي. شكرا لكل اخ واخت وقفوا جنبي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.